بريبة. أيها المسلم، وإن الصدق يكون في الأعمال، فاستواء الأفعال والأوامر بأن يكون ذلك لله جل وعلا صادقا في ذلك، لا اختلاف بين الظاهر والباطن. ومنها في مقامات الدين من رجاء الله وخوفه والزهد والتقى والورع وغير ذلك والخشوع والخشية، فتكون هذه المقامات ناتجة عن طاعة لله، لا تصنعا أمام المخلوق، لا تصنعا أمام الخلق، وإنما تعامل الله في الظاهر كما في باطن أمرك من صلاح السريرة واستقامة الحال. أيها المسلم، إن المسلم حقا يلزم الصدق في كل أحواله وفي كل شؤون حياته، سواء في تعامله مع ربه أو مع نفسه أو مع أقاربه أو مع جيرانه أو مع الناس أجمعين عموما. هكذا الصدق في كل مجالات حياة المسلم. أيها المسلم، كن صادقا في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كن صادقا في هذا الإيمان بأن يكون إيمانا حقيقيا مطابقا الظاهر الباطن، لا اختلاف بينهما. فما تظهر من إيمان بالله وإيمان بملائكته وكتبه ورسله ولقائه وبقضاء الله وقدره إيمانا صادقا لا يختلف الظاهر عن الباطن، لأن هذا من أخلاق المنافقين. كن صادقا في عبادتك لربك من صلاة وزكاة وصوم وحج، تؤديها عن صدق ويقين، ترجو ثواب الله مؤمنا بوجوبها وفرضيتها، تؤديها طاعة لله وتقربا إليه. كن صادقا في إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن به عبد الله وتؤمن به وأنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه الله ورسله، وأنه واسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرعه، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله بعثه ليقيم به الحجة على العباد، ورحم العباد بمبعثه صلى الله عليه وسلم. فتؤمن به إيمانا صادقا وتحبه محبة صادقة وتتبع سنته وتعمل بها وتدعو إليها وتدافع عنها وتقدم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. صدقك في برك بأبويك بأن تبر الأب والأم مبرة طيبة، ممتثل أمر الله بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأنت صادق في برهما والإحسان إليهما وخدمتهما والقيام بحقهما خير قيام. صادق في تعاملك مع زوجتك، تعاشرها بالمعروف، تنفق عليها، تشرف على أخلاقها، تؤدبها، تمنعها من كل ما يخالف الشرع، تتعاون مع البر والتقوى، رفيقا بها، منفقا عليها، كاسيا لها، يعني حريصا على نفقتها عليها وكسوتها وإطعامها وسكنها مع العشرة بالمعروف والقيام بما أوجب الله عليك. صادقا في تعاملك مع أولادك بالأدب الحسن والتوجيه السليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيديهم وتوجيه لما فيه صلاحهم في الحاضر والمستقبل. كن صادقا أيها المسلم في تعاملك مع أقاربك بأن تصل رحمك وتحمل الأخطاء والمساوئ منهم وتصلهم طاعة لله وقربة تتقرب بها إلى الله. كن صادقا أيها المسلم في معاملك مع جارك فتحسن إليه وتكف الأذى عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كن صادقا أيها المسلم، كن صادقا مع إخوانك المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره نفسك، فلا تغشهم ولا تخدعهم ولا تلحق الضرر بهم. كن صادقا في استشارة من استشارك يريد مشورة الصالحة، فأشر إليه بما تعلمه خير وبما يعلم الله من قلبك أنك صادق في هذه المشورة، لا غاشا ولا كاذبا.
أيها المسلم، أيها التاجر المسلم، كن صادقا في تجارتك، فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. احذر الغش، احذر التدليس والكذب، احذر السلع قد فات وقتها، واحذر أن تدلس على الناس بشعارات تخدعهم بها، فكن ملازما للصدق في أحوالك. أيها المسلم، كن صادقا بالتعامل مع من استأجرته من عباد الله، فأد الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فلا مماطلة ولا تأخير ولا إضغار ولا مساومة، فإن ذلك لا يجوز لك. كن صادقا أيها الكفيل مع المكفولين بأن تؤدي الحقوق، ولا تتخذ من موقفك موقف الإذلال والإهانة واحتقار الناس وجحدهم حقوقهم. عاملهم بالصدق في تعاملك معهم، والتزم العقود التي بينك وبينهم. أيها المسلم، كن صادقا فيما تؤديه من شهادة، فإن الشهادة أمانة عندك، والله يقول الله جل وعلا أمرنا بأداء الشهادة ونهانا عن كتمانها، فاتق الله فيما تشهد عليه، فإن كنت تشهد على حق واضح وأمر واضح جلي لك، وإلا فابتعد عن شهادة الزور التي تكون في يوم القيامة في عنقك وتعذب بها يوم القيامة، فلا تتبع دينك بمصالح دنيا غيرك. أيها المسلم، كن صادقا فيما ترفعه من دعوى وخصومة، فإن كنت محقا فاقدم، وإن كنت مبطلا فكف عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فلا تخاصم في أمر لا حق لك فيه، ولا تستغل قوتك أو قوة شأنك أو قوة محاميك، لا، اتق الله ولا تخاصم إلا فيما لك فيه حق. أيها القاضي المسلم، كن صادقا في قضائك، فإن القضاة ثلاث: قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض عرف الحق فعمل به، هذا وقضى به فذاك في الجنة، وقاض قضى بالجور والظلم، وقاض قضى بجهل. فاتق الله أيها القاضي في قضائك، واتق الله بالخصوم، واجتنب الحيف والميل مع أحدهم، وكن مراقبا لله وأن الخصومة ستعاد يوم القيامة. أيها المحامي، كن صادقا في مهنتك، فإياك أن تحامي عن باطل أو تدافع عن باطل أو تقبل دعوى تعلم كذب صاحبها، فلا تستغل ذلك بطول الدعوى وإلحاق الضرر بالآخرين. اتق الله في الخصمين، فلا تدخل معهم إلا بإصلاح وتوفيق. أما أن تحامي عن مجرم أم تحامي عن ظالم غاشم وأنت تعلم خطأه وأن دعواه لا حقيقة لها وأنه متقول ومدع باطلا، فإياك أن تدافع عنه، فها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أيها المسلم، كن صادقا في حب أيها المسلم المواطن، كن صادقا في حب وطنك المسلم. بهذا الوطن ترعرعت فيه ونلت الخير فيه، فكن صادقا في حبك لوطنك، صادقا في حبك لوطنك المسلم، صادقا في هذه المحبة. تدافع عن وطن الإسلام وتحمي بلاد الإسلام وتدافع عن حياضه وسيادته، ولا ترضى لمفسد ولا مجرم ولا المتسلل ولا من لا خير فيه، بل حبك لوطنك المسلم يفرض عليك الدفاع عنه وحمايته وسيادته والدفاع عنه بكل غال ونفيس، لأن هذا خلق المسلم. أيها الكاتب المسلم، إنك مؤتم على قلمك وما تسطره بيدك، فاتق الله فيما تقول. احرص على أن تكون ما تخط بقلمك فيه عز منفعة للإسلام ونصرة للدين ودفاعا عن الحق وعن قضايا الأمة، مع البعد عما يثير النزاع والبعد عما يثير البلبلة. فكن صادقا فيما تكتب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الموظف، كن صادقا